التدريب المشترك ميدوزا 14 خلال الفترة من 16 وحتى 26 من نوفمبر 2025 بمشاركة 5 دول بقوات فعلية وبمشاركة أكثر من 2000 مقاتل من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الدول المشاركة، كما تشارك 12 دولة بصفة مراقب. التدريب المشترك ميدوزا 14. وصلت القوات المشاركة في التدريب المشترك ميدوزا 14 بالقواعد البحرية والجوية العسكرية بجمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية، حيث انطلقت فعاليات التدريب الذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية العسكرية. وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أركان حرب شريف العريشي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدا أن التدريب يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في التكتيكات العسكرية الحديثة، بما يعزز التعاون العسكري ويدعم العمل المشترك بكفاءة واقتدار. وعقب مراسم الافتتاح تفقد قادة الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المخطط استخدامها خلال مراحل التدريب المختلفة. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب.